تخطيط موارد المؤسسه. قال لك احنا لازم يبقى عندنا وحدات برامج، كل وحده زي التصنيع زي المشتريات زي المخزون فيها مستندات، دوره مستنديه كامله في المشتريات، دوره مستنديه كامله في المخزون، دوره مستنديه في التصنيع في المبيعات في الموارد البشريه، وفي النهايه المحاسبه او الحسابات بتلينك مع الناس دي كلها. انا بقى عندي دوره مشتريات زي امر شراء، زي فاتوره مشتريات، وفي المخزون زي استلام البضاعه، في التصنيع زي صرف الخامات واستلام البضاعه وتحميل التكاليف. كل ده بيرتبط بالمحاسبه علشان يديني قيود محاسبيه عندي في الحسابات، يبقى احنا شغالين على نظام واحد، والتاثيرات المحاسبيه بتجيلي اراجعها وارحلها، واطلع الدنيا بتاعتي، واطلع ايه قوائمي، اطلع تحليلاتي، اطلع الشغل بتاعي. بالاضافه لده كمان الوحدات دي او الادارات دي بتستفيد بالتحاليل الاحصائيه الخاصه وتطبيق الدوره المستنديه الخاصه بالمجال بتاعهم او بالوحده بتاعتهم، زي المشتريات مثلا. بيقدر يطلع كشف حساب مورد، بيقدر يطلع تقارير خاصه بالمشتريات من الموردين، بيقدر يكنترول على اوامر الشراء بتاعته اللي تورد منها من اللي ما توردش، وبيقدر يتكامل كمان مع المخزون في حته سندات الاضافه والاستلام، بيقدر يتكامل مع التصنيع في احتياجات التخطيط من الخامات اللي محتاجها من المشتريات، فبيبقى في لينك ما بينهم، والمبيعات كذلك، والموارد البشريه. كل ده مش عشان المحاسبه بس، لا هم كمان بيتكاملوا فيما بعضهم فيما بينهم علشان يبقى في تناغم في البيانات وتوحيد في الداتابيز، قاعده بيانات واحده كلنا بنتعامل عليها. طبعا في مخاطر لقاعده ان يبقى في قاعده بيانات موحده، ان انت مثلا بتبقى شغال على سيرفر والسيرفر ده يحصل له كراشنج او حاجه، فاخترعوا كمان حته الكلاود انه يبقى سحابي، وده خاص باودو طبعا، وفي برامج تانية كتير كمان، بس اودو من الحاجات القويه جدا فيها لانه هو داتا سنتر جوجل وبيشتغل بجيت هاب. فتعاون كبير جدا ما بين شركات عملاقه علشان تطلع لنا سيستم يقدر يعمل لنا الدورات المستنديه بتاعتنا كلها كلاود او اون بريمسز عندنا على سيرفراتنا، ولكن متامنه جدا وستيبل، ما يحصلهاش مشاكل. طبعا بيبقى فيه الازدواجيه اللي انا كنت بتكلم عليها في ادخال البيانات، ان كل واحد شغال في وادي، كل واحد شغال على الاكسلات، خلاص دي مش تبقى موجوده. الاخطاء اليدويه بشكل كبير لان احنا بنشتغل على اكواد، وبنشتغل على توحيد للبيانات الاساسيه. اصبح ان انا مش اي حد هيكود حاجه، كل واحد مسؤول عن حتته في التكوين وكلنا بنشتغل عليه. بنسرع اعداد القوائم الماليه زي ما قلت لحضراتكم، مفيش دبل ورك، كلنا بنشتغل، بيحصل فاتوره بتجيلي في الحسابات كقيد شكرا، بيحصل حركه صرف بتجيلي قيد، من خلال الربط اللي احنا بنعمله في الاول، اللي احنا بنتكلم عليه وهنتكلم عليه النهارده وان شاء الله في الفترات اللي جايه.